احمد هروح لك في الجزئيه دي. من اول ما تابعنا البطوله العربيه كل شاف الاردن والمغرب قال هيبقى نهائي موجود الا اذا التقيا امام بعضهما البعض في الادوار الاقصائيه. القرعه خدمتهم ان هم يلتقوا في المباراه النهائيه، بس هرجع للفكره اللي انا قلتها في بدايه الحلقه. الاردن اثبتت انها منتخب قوي وبيقدم كره قدم جيده، تقول ان الاردن في النهائي. نفس الحال بالنسبه للمغرب. صح طبعا، المغرب والاردن اللي كانوا ضمن الفرق اللي اخذت البطوله بجديه، عشان كده كان جائزائهم ان هم وصلوا النهائي. بعض المنتخبات الاخرى اخذت البطوله بجديه، ولكن وصلوا لاقصى ما كان ممكن ان يصلوا اليه بالنسبه الى مستواهم. يعني مثلا سوريا وفلسطين قدموا بطوله كويسه جدا، ولكن ما كنا عارفين من الاول ان هو صعب ان هم يوصلوا للمرحله النهائيه من البطوله. انما المغرب حاليا عودنا ان هو في اي بطوله بيشارك فيها في اي فئه عمريه، هو اي 11 لابسين تيشيرت منتخب المغرب قادرين على الوصول لابعد مرحله في البطوله. سواء بقى البطوله دي كانت قاريه او حتى زي المحليين، مش افريقيا العاديه الكبار، لا المحليين اللي اخذوها اخر نسخه، او بطوله اقليميه زي كاس العرب، او حتى عالميه زي كاس العالم للشباب والناشئين اللي وصلوا فيها برضو لمراحل متقدمه. فالمغرب حاليا بيعيش ازهى عصوره الحقيقه في تطور كره القدم، في ترابط ما بين كافه الاجيال. كل الناس دلوقتي عارفه ان الركراكي هو مدرب منتخب المغرب، ولكن عارفين ان بشكل مؤكد السكتيوي مدرب المنتخب الحالي ده هو اللي هيكون مدرب القادم. جيت لي على الجرح كده زي ما بيقولوا. المغرب لما استدعت 3 لاعبين عشان يشاركوا في الاولمبياد، منهم كان اشرف حكيمي. ما حدش قال لا انا ده منتخب اولمبي، او انا متواجد مع فرقتي مش هتخليني تروح، او بعض الانديه ما رضتش تفرط في لاعبتها. فانا بقول لك خلاصه الحال في كره القدم المصريه على فكره. طبعا. بص، المغرب حاليا من اقوى الاتحادات في العالم. مثلا يعني مانشستر يونايتد كان بيلعب مع بورنموث اول امبارح في مباراه، كان موجود من مانشستر يونايتد 3 لاعبين هيشاركوا في افريقيا: نصير مزراوي ومبيومو واماد ديالو، واحد من الكاميرون وواحد من الكوتيفوار وواحد من المغرب. اماد ديالو لعب، مبيومو لعب. المغرب اصر على عدم مشاركه نصير مزراوي علشان يكون موجود في المعسكر بتاع منتخب المغرب. نفس الشيء كرروا المنتخب المغرب مع كافه الفرق اللي بيلعب فيها لاعبيهم، علشان الاهم هو منتخب المغرب مش الاهم هو اللاعبين. يوم الخميس باذن الله 18 ديسمبر اللي هو غدا بامر الله هيكون يوم حاسم في معرفه بطل البطوله العربيه في نسختها المقامه حاليا في دوله قطر. فرق اجتهدت زي ما قلت في مقدمه هذه الحلقه عشان نشوف في الاخر افضل منتخبين قدروا يقدموا لنا كره قدم، وهنا بتكلم على المغرب والاردن. لقاء النهائي هيكون على استاد لوسيل اللي احتضن نهائي كاس العالم في نسخته الماضية 2022. المباراة تكون بإذن الله في تمام الساعة 6 مساء، في حين لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع هيكون بإذن الله في تمام الساعة 1 على استاد خليفة الدولي بين كل من السعودية والإمارات. اتكلمنا كتير على مشوار كل من الأردن والمغرب في البطولة العربية. طبعا هتكلم في البداية على منتخب المغرب اللي يعني قدم أداء الحقيقه يحسب ليه، والطفره اللي موجوده في الاتحاد المغربي لكره القدم مش بس على مستوى الرجال، لا كره القدم النسائيه كمان بتتفوق بشكل كبير. الانديه المغربيه رغم ان ما عندهمش المحترفين اللي متواجدين في الفريق الاول من الفريق اللي بيشارك في كاس الامم الافريقيه، ولكن رغم كده برضو بدانا نشوف اسماء موجوده على الساحه الكرويه في اخر 15 سنين. نهضه بركان بينافس بيراميدز على الكونفدريشن كاب، موجود الوداد المغربي في اكتر من نسخه. الرجاء يعني كان حصل له دروب كده ولكن بدا يستفيق، وعدد اخر من الانديه المغربيه. حدث ولا حرج كمان على كره القدم المغربيه في الاولمبيكس، موجودين في المرتبه الثانيه. كانوا تفوقوا طبعا على منتخبنا الوطني المصري، وقدروا ان هم يحققوا ميداليه اولمبيه في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع. فبالتالي عندهم طفره بخلاف كاس العالم. يمكن بطوله كاس الامم الافريقيه هي اللي غايبه شويه عن المنتخب المغربي، ولكن فرصهم في استضافتها هذه النسخه ممكن تبقى فرص قويه جدا. بتكلم في الكلام ده ليه؟ لان المغرب استفادت بشكل كبير جدا، اصبح فعلا عندها منتخب ثاني. انت هنا لو كنا بنتكلم دايما على الفرق الافريقيه اللي شاركت في هذه البطوله وهدفها انها تعمل تواصل ما بين المنتخب الاول ومديره الفني، وتواصل ما بين المنتخب الثاني ومديره الفني، فالكلام ده بينطبق على بعض المنتخبات زي
المغرب والجزائر اللي استفادوا بشكل كبير جدا. وكنا دايما بنشوف تصريحات المديرين الفنيين وتصريحاتهم، وكانوا دايما حتى في الترشيحات للجوائز بيمنوا النفس. الركراكي لما اتكلم على الجائزه كافضل مدير فني كان بيتمنى ان يوسف وهبه المدير الفني اللي حصل على بطوله كاس العالم للناشئين ان هو اللي يحصل على الجائزه، فبالتالي في دعم للمنتخبات اللي تلي المنتخب الاول. نفس الكلام اكد اكتر من مره ان هو بيتواصل مع المنتخب الثاني في المغرب عشان يأكد للعيبه دي ان هو متابعهم او يقدر ان هو ينتقي منهم. وبالفعل يعني الشيبي دلوقتي لاعب بيراميدز موجود في القائمه النهائيه للكاس الامم الافريقيه مع المنتخب المغربي، كان متواجد في المنتخب الثاني. نفس الحال بينطبق على اكتر من لاعب كانوا تحت الميكروسكوب الخاص بوليد الركراكي في هذه البطوله. المغرب كمان بيأدي مستويات رائعه على المستوى الدفاعي، ما دخلش فيه غير هدف واحد فقط من جزر القمر. تصدر مجموعته، بدأ ان هو يقدم كره قدم جيده باللي عنده في هذه البطولة. عمل كمان جيمز رائع جدا، يمكن كان فاز في لقاءين وتعادل في لقاء. جمع 7 نقاط في دور المجموعات، له من الأهداف 4 أهداف وكان عليه هدف واحد فقط. ده كان ملخص كده المغرب وأرقامه الإحصائية في دور المجموعات. طبعا حضراتكم عارفين بعد كده التقى مع المنتخب السوري، تفوق عليه، بعد كده قدر ان هو يلتقي بعدد اخر من المنتخبات وصولا للمباراة النهائية. الطريق ما كانش سهل كمان بالنسبة للمغرب، ولكن هقف عند المنتخب الأردني. هل هيكون المنتخب الأردني هو الاختبار الحقيقي بالنسبة للمنتخب المغربي؟ ده سؤال يعني كلنا منتظرين نشوف ماتش هيكون رائع، لأن الأردن كمان حضراتكم عارفين ان القارة الآسيوية مع نهاية تصفيات كاس العالم 2026 الوقت كان قليل ما بينها وما بين البطوله العربيه، فاللعيبه جايه فت، جايه من جيمز او ماتشات كان فيها نديه واثاره كبيره جدا، وجايين كمان بدفعه معنويه. هنا بتكلم على المنتخب الاردني، جايين بدفعه معنويه لان الاردن كتبت التاريخ في التصفيات الماضيه. كان اكتر من مره تفتكروا لما الكابتن حسام حسن كان متولي القياده الفنيه كانوا تعادلوا مع الاوروجواي، وبعد كده تلقوا هزيمه في المباراه الفاصله، وده كان اقرب حلم بالنسبه للمنتخب الاردني ان هم يتواجدوا في كاس العالم. وكانت الهزيمه قاسيه، يعني 6 أهداف مقابل هدف واحد كده بفتكر من الذاكره. ولكن مع 2026 وزياده عدد المنتخبات كتب المنتخب الاردني التاهل والتاريخ الى بطوله كاس العالم 2026. المنتخب الاردني اعتقد مشارك بكل قوامه الرئيسي ما عدا يوسف التعمري، واحد طبعا من نجوم المنتخب الاردني، ده نظرا لمشاركته في الدوري الفرنسي على ما اتذكر. كان ده اخر يعني دوريات يوسف التعمري، فاعتقد عشان اللوائح كمان ما شاركش يوسف التعمري مع المنتخب الاردني، ولكن متواجد بكل قوته الضربه باستثناء يزن النعيمات اللي طبعا اصيب وتمنينا له الشفاء باذن الله. ولكن حتى على صعيد المستوى الخاص بالمهاجمين موجود عندهم علي علوان، واحد من اللعيبه اللي عندها احصاءات وارقام جيده في هذه البطوله. منتخب ادى بشكل جماعي حتى لما شارك امام منتخبنا الوطني المصري باراحه عدد من اللاعبين الاساسيين، ظهر المنتخب الاردني بشكل جيد. طبعا هو كان متواجد معنا في المجموعه الاولى، مجموعه منتخبنا الوطني المصري، وكان تفوق بشكل كامل على كل المنتخبات اللي موجوده في هذه المجموعه. كان تفوق على منتخبنا الوطني المصري ب3 أهداف مقابل لا شيء، كان تفوق كمان على الامارات والمنتخب الكويتي عشان يتصدر ايضا مجموعته ويؤكد ان هو جاي ينافس. الملخص اللي عايز اقوله لحضراتكم من مشوار المغرب والاردن ان كره القدم سهله وبسيطه. من اول جيم انت بتقدر تحدد اذا كان المنتخب اللي انت شايفه بيقدم لك اداء فني هل هو بالفعل منتخب متكامل في كرة القدم الحديثة دفاعيا وهجوميا، امتى بيبدأ دفاعه امتى بيبدأ هجومه، المستوى وشكل اللعب والحلول اللي موجودة عند لاعبيه، الامكانيات البدنية، مستوى الاعمار. كل دي امور ومعطيات بنستشفها، لان زملاء كتير جدا وبرامج كتيرة جدا من خلال شاشات اون سبورت تحدثوا عن فرص المنتخب المغربي والمنتخب الاردني في التواجد والظفر بهذه البطولة، وده اللي حصل. احنا دلوقتي بنشوف لقاء نهائي ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، نهائي إفريقي آسيوي، بيؤكد إن بالفعل إن كرة القدم سهلة وبسيطة للي قادر يستسهلها على نفسه، أو يوضح للجماهير اللي بتشجع كل منتخب إن دي الإمكانيات اللي موجودة. وبلاش بقى إن إحنا نفرد أوراقنا ونبدأ نقول لا إحنا رايحين نقدم كرة قدم جيدة أو رايحين نوصل للمباراة النهائية. في الآخر المحصلة بتكون
صفر وعدم وجود اي ايجابيات بالنسبه للمنتخبات الاخرى اللي ما قدمتش كره قدم جيده. يعني اتمنى طبعا، وفي تلميحاتي مش هخفي عليكم سرا، ان انا كنت اتمنى ان انا ابقى بقدم الحلقه دي وبقول ان منتخبنا الوطني المصري عنده حظوظ في المشاركه او حتى اي امور ايجابيه، ولكن طبعا حضراتكم عارفين ومش حابين ان احنا نرجع للموضوع ده كتير ونتكلم فيه كتير. المنتخب المغربي والطفره المغربيه اللي موجوده في الاتحاد الاردني، في الاتحاد المغربي، الحقيقه زي ما اتكلمت موجوده على كل مراحل الاعمار. المنتخب الشباب ومنتخب الناشئين، المنتخب الاول اللي شرف العرب في كاس العالم 2022، كمان الطفره اللي حققها اللاعبين المغاربه في الاولمبيكس الماضيه. خلونا نقرب اكتر من خلال هذه المداخله مع سفيان العلودي لاعب منتخب المغرب السابق، نعرف منه امور كتيره جدا بتخص كرة القدم المغربية من خلال هذه المداخلة الهاتفية. برحب بيك يا كابتن. السلام عليكم اخوي محمد. برحب بحضرتك وببارك لحضرتك مش بس على البطولة العربية، يعني امر اعتدنا عليه في الاونه الاخيره بالطفره اللي موجوده لدى الاتحاد المغربي لكره القدم. بقول الاتحاد لان الامور كمان متفوقه بالنسبه للمملكه المغربيه على مستوى كره القدم النسائيه كمان، وبكل الاعمار بالنسبه لكره القدم، سواء منتخب ناشئين، شباب، فريق اول، فريق تاني، فريق بيشارك في الاولمبيات. الحقيقه المغرب مشرفه كل العرب، فببارك لحضرتك على كل هذه النجاحات. الله يحفظك اخي محمد. فاكيد ان هاد كما تيقولوا عليها جميع الاتحادات ولا جميع الاخوان في العالم العربي طفره، فكنظن انه هو كان تحدي بكثر ما كان عمل. تحدي من طرف الاتحاد المغربي لكره القدم اللي هي الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم بقياده السيد الرئيس فوزي رجاء. اكيد ان هاد التحدي اللي كان هو اول حاجه كانت في هذا التحدي هو تكوين الاطر المغربيه، هو التكوين الداخلي للاطر المغربيه، النهوض بالمدرب المغربي واعطاء قيمه للمدرب المغربي. اذا لاحظتي جميع فئات السنيه ديال المنتخبات الوطنيه من 13 سنه حتى الفريق الاول، فهم كلهم اطر وطنيه، مساعدين وطنيين، يعني حتى المساعد فهو اطار وطني باستثناء المنتخبات النسويه. كنظن ان حتى المنتخب الوطني النسوي الكبار وحتى الشابات فهما اطر اسبانيه، يعني خدينا على اعلى مستوى. المدرب ديال المنتخب الوطني النسوي فهو حامل لقب كاس العالم مع المنتخب الاسباني. فكنظن وانا متاكد ان الجامعه الملكيه بقياده السيد فوزي القجاع والسيد فتحي جمال اللي السيد فتحي جمال اللي كيقوم بواحد العمل جبار في تطوير وتكوين الاطر المغربيه، فهما حاليا في مرحله تطوير اطر وطنيه على المستوى النسوي كذلك، باش يكون عندنا واحد المنتوج كروي مغربي خالص محلي خالص. كنظن حتى مجموعه من الناس ندخل في صلب الموضوع اخي محمد. كنظن ان مجموعه من الناس كيتكلموا على المنتخب الوطني في البطوله العربيه انه كيدافع بواحد الشكل كبير. فكنظن ان هذه اصبحت فلسفه، هذا اصبح ستايل لكره القدم المغربيه. الكل كيعيب على والد انه كيدافع بواحد الشكل كبير. الكل انه شاف المنتخب ديال اقل من 17 سنه واقل من 20 سنه بالفوز ديالو بكاس العالم اقل من 20 سنه، فهو كان بنفس الستايل، بنفس طريقه اللعب، بنفس النهج، الرجوع خلف الكره، الكل يدافع ونهاجموا باكبر عدد من اللاعبين، لان قبل كانت الكره المغربيه كتمتاز بالفنيات ديال اللاعبين بواحد الشكل كبير، المهارات ديال اللاعبين، وهذا على مر التاريخ منذ ايام تشيمومي مرورا لصلاح الدين باصير، مصطفى حجي، يوسف حجي، مروان الشماخ، طارق التيتيوي المدرب الحالي ديال المنتخب الوطني، عادل تعرب، حكيم زياش. فهاد اللاعبين كاملين كانوا كيمتازوا بالفنيات، فما كناش كندافعوا بواحد الشكل طيب مميز اللي خلانا اننا ما نحققوش القاب وما نحققوش نتائج ايجابيه. طيب خليني اعرف من حضرتك توقعاتك للقاء النهائي، لان انا كنت بتكلم ان المنتخب الاردني منتخب قوي، فرض برضه شخصيته، منتخب تاهل كاس العالم 2026، عنده تشكيله جيده من اللاعبين صغار السن وايضا اللاعبين اصحاب الخبرات. فهل هتكون مباراه صعبه ولا توقعاتك فيها ممكن تصب لصالح المنتخب المغربي؟ لا اكيد غتكون المباراه صعبه. خليني اول حاجه نهنئ المنتخبين معا والفريقين معا
المنتخب المغربي والنشامه على ما ابانوا عليه في هذه البطوله العربيه، اكيد انهم كيستحقوا، واللي كيوصل للنهائي فهو الفريق الافضل او المنتخب الافضل بالارقام بالاحصائيات بطريقه اللعب بالحماس بالاندفاع، كانوا هما الافضل في هذه البطوله، اللي خوليهم انهم يكونوا في النهائي. المباراه غادي تكون صعيبه، وهذا ما يؤكد الكلام اللي قلت لك قبل اخي محمد، ان الستايل اللي اصبح كيمتاز به المنتخب النشامه فهو يشابه نوعا ما طريقه اللعب المنتخب المغربي، اللي يقدر يكون في هذه المقابله هذه. ما نقدروش نشوفوا مقابله فنيه او مقابله بواحد الجماليه كبيره اللي كيتسناها الجمهور، اكثر ما تكون مقابله تكتيكيه. فالمدربين معا كيعرفوا بعضياتهم بواحد الشكل كبير، نفس المدرسه، نفس التكوين، نفس العقليه. فكنظن ان اللي غيكون مركز اكثر واللي غادي يكون عنده صبر اكبر في هذه المباراه هو اللي غادي يقدر يحسمها. اكيد اننا كنتمناو يفوز المنتخب الوطني، وانما فكنظن ان احنا نعطيك معلومه اخي محمد، ان المواجهه بين المدربين معا كيتفوق فيها السلامي اكثر على طارق السيتيوي، ولكن طارق السيتيوي راكم واحد الخبره كبيره مع منتخب محلي، منتخب اولمبي، منتخب شباب. كنظن ان طارق السيتيوي كتب واحد التجربه كبيره اللي تخول ليه انه يحرز لنا هذا اللقب هذا المره الثانيه ان شاء الله باذن الله. بالتاكيد. احنا من موقعنا هنا في اون سبورت طبعا بنتمنى كل التوفيق للمنتخبين المغربي والاردني، كل التوفيق ليهم ان شاء الله. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كان معنا طبعا واحد من نجوم المنتخب المغربي السابق.